الراجل حط آخر حبة رز في الطاسة اللي وارثها عن أبوه، وبطريقة معجزة تاني يوم لقى الرز كله اتحول لذهب. أول ما أكل منه حس بقوته بتتغير ومستواه ارتفع على طول. وقتها فهم إن الطاسة دي كنز سحري. جاب شوية أعشاب رخيصة وحطهم فيها فطلعت نور ذهبي قوي، والأعشاب الرديئة اتحولت لأعشاب نفيسة. الراجل استخدمها ومستواه ارتفع لدرجة المعلم الكبير، مع إنه بقى قوي جدا إلا إنه قرر يخفي ده عن الكل. في الطايفة كانوا دايما بيستصغروه، وأخته الكبيرة أمرته يجيب مية في 100 جردل تاني. هو ما اعترضش، لكنه بدأ يتدرب سرا في الجبل اللي ورا. ومع الأيام وفي أقل من 5 سنين وحتى شكله بقى أصغر وأقوى من الأول. لما جه يوم اختبار الطايفة الكل كان فاكر إن الأخ الكبير هو اللي هيكسب. الشيخ جاب 4 سيوف وحطهم على السلالم، واللي يطلع أعلى ياخد ترتيب أكبر. وعلى القمة كان في سيف إلهي محدش لمسه من 2000 سنة. أول تابع حاول يطلع اتدفع بعيد في لحظة، والتاني ما قدرش يكمل بسبب الضغط واتبلع قدام عيون الكل فخافوا جدا. الأخ الكبير مشي بغرور وقدر يوصل للسلمة الثالثة وبعدين الثامنة. وقف يتفاخر ويضحك على الراجل وقال له إنه في عمره كله مش هيوصل حتى نص مستواه. بس الراجل فجأة ركز قوته وفي أقل من ثانية سبق الكل ووقف ورا الأخ الكبير على السلالم مغير كل التوقعات